حاجة حلوة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، على قد بساطتها على قد جمالها ولذاذتها. مناسبة قوي في الأعياد، يعني أنا طول عمري في العيد بعملها على طول من سنين طويلة جدا. حلوة قوي لو عندك مناسبة خطوبة أو كتب كتاب أو حتى نجاح أولادك. حتى لو عملتيها وخليتيها موجودة عندك في البيت دايما لأي ضيف يجيلك، بس بصراحة أنا لما عملتها اتنسفت أصلا، ما قعدتش من جمالها وحلاوتها. حاجة حلوة تشرف، طعمها حلو، شكلها شيك جدا، محدش هيصدق أبدا ان انت عاملاها في البيت. كمان حلوة ومناسبة قوي لو انت رايحة العروسة لأول مرة تاخديها معاكي هدية، أو لو انت عروسة أصلا تعمليها كده في البيت لأي حد يجيلك تقدمي له حاجة حلوة. هقولك برضه على شوية أفكار كتير تعمليها، اللي موجودة في الفيديو كمان اللي مش موجودة هتعجبك جدا، بترضي كل الأذواق، محدش بيختلف عليها إطلاقا. شايفين شكلها؟ اللي يشوفها مش هيصدق أبدا إن انت عاملاها في البيت. تعالوا مع بعض نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ ونشوف هنعمل ايه في فيديو النهاردة. اول حاجة ببتدي، دي معايا شوكولاتة دارك وشوكولاتة بالحليب، دول نوعين من الشوكولاتة. كمان معايا نوع تالت اللي هي الشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة الدارك دي مفيدة جدا للناس اللي بتعمل دايت، ما بتأثرش على الدايت. اما بالنسبة للشوكولاتة اللي بالحليب، دي بقى لو انت بتحبي شوكولاتة كابري وجالاكسي هتعجبك جدا جدا. هتلاقي انواع كتيرة موجودة عند الناس اللي بتبيع مستلزمات بيع الحلواني، او عند السوبر ماركت الكبيرة. بالمبشرة او بالسكينة ببتدي اقطعهم قطع صغيرة واحطهم في الطبق، وهبتدي ان انا اسيحهم على البخار. جبت حلة على النار فيها مية، اول ما ابتدت تغلي حطيت فيها شوية من الخل، والخل ده بس عشان الحلة الالومنيوم اللي معايا ما تعملش سواد من الجناب، مش اكتر من كده. وابتديت احط الشوكولاتة وهسيبها لغاية لما تسيح تماما. بعد كده معايا اللوز والبندق، دول محمصين، كنت محمصاهم في الفيديو اللي فات اللي انا كنت عامله فيه الروتين، ارجعوا له هتعرفوا محمصاهم ازاي. جبت اللوز وجبت البندق، وابتديت ان انا اجرشهم جرش خشن كده شويه عشان عايزه احس بطعمهم في الشوكولاته. ممكن كمان ان انت تحطيهم صحيح، مفيش اي مشكله، ممكن تستخدمي بدلهم سوداني او اي مكسرات تحبيها. في طبق كده، وابتديت انزل بالشوكولاته بعد ما دابت معايا كويس جدا. الشوكولاته وانتي بتسيحيها ما تحطيش عليها اي حاجه اطلاقا، ممكن بس تحطي معلقه واحده من الزيت ان هي تديها لمعه، مش اكتر من كده، ولا زبده ولا لبن ولا اي حاجه ولا ميه، عشان ده هيغير قوام الشوكولاته وهيخليها مش حلوه معاكي خالص. بعد ما حطيت شويه من المكسرات عليهم شويه من الشوكولاته وقلبتهم مع بعض، معايا بقى هنا القوالب السيليكون. القوالب السيليكون دي انا موجوده عندي منها اشكال كتير جدا، يعني من كتر اصلا ما موجوده عندي اشكال انا بنسى ايه هي الاشكال اللي موجوده عندي. القوالب السيليكون دي هتلاقيها موجوده عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات، او عند الناس اللي بتبيع الادوات المنزليه. دول بينفعوني في حاجات كتير قوي، منهم الشوكولاته اللي انا بعملها دي. الاشكال اللي تفضليها واللي تحبيها، يعني عندي الشكل المدور دوت، او الشكل اللي على شكل ديل الطاووس اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، او شكل الاصابع دي اللي انا بفضلها جدا. ابتديت كده ان انا افضي الشوكولاته بالمكسرات في القوالب السيليكون، وهبتدي ان انا الم اي زيادات من فوق. ممكن كمان تستخدمي سوداني زي ما قلت، ممكن تستخدمي جوز الهند، ممكن تستخدمي بسكوت مكسر في وسط الشوكولاته، اي طعم بتفضليه بتحسي ان هو ده اللي انت بتفضليه في الشوكولاته ممكن تستخدمي. بعد كده ببتدي امسك القالب السيليكون وببتدي ان انا برزعه كده عشان اطلع منه اي فقاعات هواء، عشان تطلع الشوكولاته ناعمه كده وشكلها حلو. شايفين شكلها؟ بعد كده هبتدي اخدها على التلاجة تجمد، او على الفريزر، هي متاخدش وقت خالص، يا دوب بتجمد على طول. برضو هنا كان معايا الشوكولاتة البيضة، كنت مسيحاها بنفس الطريقة على البخار، وابتديت ان انا انزل بيها في القالب السيليكون، وابتديت ان انا افردها، وهبتدي ان انا احط مكسرات عليها من فوق. اهم حاجة وانتي بتسيحي الشوكولاتة تاخدي بالك ان ما تكونش المية المغلية في الحلة اللي تحت الطبق او البولة، ما تكونش المية ملامسة الطبق، عشان ما تحرقش الشوكولاتة وتخلي طعمها يغير معاكي. هنا بقى جينا للشوكولاته البيضه. انا عايزه اقول لكم الشوكولاته البيضه دي طعمها وهم، يعني الناس اللي اصلا مش بتحب الشوكولاته البيضه دوري على نوعيه تكون كويسه. فبصراحه عجبتني جدا جدا، ما كنتش متوقعه ان هي تعجبني كده. بعد كده بقى جيت للشوكولاته اللي بالحليب، اللي هي معايا، اللي قلت لكم طعمها بيكون قريب قوي للجالاكسي وللكابري. وابتديت اجيب القالب السيليكون، وهبتدي ان انا ادهنه كده من الجناب ومن الارضيه، بس مش هعبيه للاخر،
هنا كنت عايزة اوريكم القالب السيليكون اللبني بعد ما طلعته بعد ما جمد في التلاجة. طبعا الاورنج انا دخلته الفريزر او التلاجة يجمد شوية. شايفين بيطلع بكل سهولة. هوريكم برضو حشوات تاني مختلفة حلوة قوي. برضو جبت القالب الازرق هعيد فيه نفس الخطوة اللي انا عملتها في القالب الاورنج. ابتديت ان انا ادهن الجناب كده بمعلقة شاي صغيرة. ادهن الجناب كويس جدا والارضية بس مش هعبيها للاخر لان انا عايزة اعمل فيها حشوات مختلفة غير المكسرات. اهو كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما هخلص كل القالب معايا من الجناب ومن الارضية بس سايبة فيه فراغ لسه في النص. وهبتدي ارزعه كده عشان الهوا زي ما قلنا وهبتدي هدخله على الفريزر 5 دقايق او 3 دقايق. احنا في الشتاء بيمسك على طول. اول ما احس ان هو مسك نفسه كده وعمل طبقة من الجناب وفي الارضية هبتدي ان انا اطلعه. وهستخدم بقى ال3 صوصات اللي معايا دول. ده كان معايا صوص الكندر وصوص اللوتس وصوص نوتيلا. ممكن كمان تستخدمي جناش شوكولاتة. ممكن تستخدمي اي حاجة بتحبيها كحشوة. يعني صوص الكندر ده عايزة اقول لكم حلو قوي لان طعمه بيبقى عبارة تقريبا كده عن عجينة لوز. طعمه حلو قوي قوي. وبالنسبة للنوتيلا ما تستغربيش شوكولاتة ومحشية نوتيلا جربي هتعجبك جدا جدا جدا. وكمان اللوتس ممكن تستخدمي الكراميل بيبقى تحفة. ما تستغربيش الكراميل مع الشوكولاتة لا بيبقى حلو جدا جدا. بس بصراحة ما كانش موجود عندي وما كانش فيه وقت ان انا اعمل. كمان مربى الحليب بتدي طعم حلو قوي. ممكن تستخدمي اي بسكوت زي ما قلتلك اي حاجة تحبيها اي حاجة تفضليها. ممكن برضه اكتب لكم في صندوق الوصف شوية افكار كده لو جت في بالي وما قلتهاش في الفيديو. ممكن كمان تحطي مع الصوصات دي شوية من المكسرات. يعني صوص الكندر ده بيبقى طعمه حلو قوي مع البندق واللوز لان هو اصلا من عجينة اللوز. تمام. اهو كده بعد بقى ما ابتديت ان انا احط المكسرات هبتدي ان انا ارجع احط شوكولاتة تاني من على الوش. اهم حاجة الشوكولاتة تكون سايحة يعني لو جمدت منك ترجعي تسيحيها تاني على حمام البخار. بعد ما حطيت شوية من المكسرات هبتدي انزل بشوية بالشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين. واتأكد كويس ان كل الطبقة اللي هي من فوق دي اتغلفت كويس عشان الحشوة تكون جوه ويكون شكلها حلو. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بعملها من سنين طويله جدا. حتى لما كنت بعملها وبقدمها لحد ما كانوش بيكونوا مصدقين ان انا عاملاها في البيت بيكونوا مستغربين جدا. بعمل بقى شويه كده صوصات وحركات وطعم حلو. بتخليكي انتي اصلا لما تدوقي حاجه انتي بتحبيها عاملاها على مزاجك بتبقي مش لاقيه زيها بره لان دي حاجه انتي عاملاها على مزاجك انتي. تمام. دي القوالب الكبيره ممكن بقى تهدي بيها اي حد طبعا بتحبيه. اي ضيف يجيلك في المناسبات اللي انا قلت عليها حلوه قوي. جربوها صدقوني هتعجبكم جدا. شايفين دي شكل الاصابع ودي اللي على شكل ديل الطاووس برضو اللي هو كان القالب السيليكون اللي كان معايا الاسود. زي ما تحبي بقى مكسرات سادة اي طعم شوكولاتة انتي بتفضليه او بتحبيه تجيبيه وتحطيه في القوالب دي موفر جدا. حلو قوي في المناسبات اللي انا قلت لكم عليها. محدش هيصدق ان انتي عاملاها في البيت. كمان ممكن تنفع ان هي فكرة مشروع حلوة قوي. تجيبيها وتصبيها في القوالب زي كده وتحطي معاها مكسرات او اي صوص من اللي انا قلت عليه. يعني بتبقى حلوة قوي في شغل الاونلاين كمان. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. هنا بقى هفتح معاكم واحدة كده من الاصابع عشان تشوفوا شكلها من جوه. عايزه اقول لكم كمان ورق التغليف انا جبته غلفتها بيه. بقيت كأنها جايه من بره بالظبط. شايفين شكلها ناعم ازاي شكلها شيك جدا. ورق التغليف اسمه ورق تغليف شوكولاته. انا بجيبه وببتدي ان انا بغلف بيه. لو مش موجود عندك او مش لاقياه ممكن تستخدمي الورق بتاع الالومنيوم اللي احنا بنلف بيه الاكل عشان يفضل سخن. هيقضي نفس الغرض برضو. يعني انا قبل ما الاقي ورق الشوكولاته من سنين طويله بصراحه كنت بستخدم ورق الالومنيوم وبغطيه بيه مفيش اي مشكله. شايفين شكل المكسرات بقى تحفه تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان هي ملحقتش تقعد اصلا. البيت كله هجم عليها. يعني جينا تاني يوم انا عملتها بالليل متاخر. جينا تاني يوم لقيت هجوم رهيب عليها على الشوكولاته البيضه والبني والدارك. ولو الفيديو عجبك اتمنى تحطي لايك للفيديو وتعملي شير عشان الكل يستفاد.